اليوم أكثر من 50 منتج صحي تقدر تشريه من سوبيرات. عندك طونة طبيعية كاملة بالماء نتاع ماراطون، وكاين أيضا نتاع ريكامار، المكونات تاعها طونة كاملة وماء وفقط، وفيها نسبة هائلة وطالعة من البروتين حوالي 26 جرام في كل 100 جرام. عندكم أيضا هذه طونة طبيعية كاملة وممتازة، أيضا المكونات تاعها طونة وماء وملح وفقط. هاهي القيم نتاعها. أيضا راح تلقاو علامة أخرى بزيت الزيتون، هذه تاع فرانشيسكو. أيضا تلقى التونة وزيت الزيتون وملح، القيم تاعها أيضا ممتازة، البروتين حوالي 19. أيضا عندهم علامة تاع التونة بالماء، القيم تاعها ممتازة. دوك نروحو نحكو على الزبدة. عندكم زبدة الإيدو، زبدة حقيقية وهاي القيم تاعها كيما علمتكم. عندكم أيضا منتج آخر بطوش، زبدة طبيعية ممتازة، القيم تاعها 82% مادة دسمة حيوانية. عندكم أيضا زبدة الحضنة الغنية عن التعريف ممتازة، ودرك صورتكم الأسعار نتاعها. هذه دير 55,000، بطوش 62,000، والهايلة فيهم الإيدوغ 46,000. كاين أيضا منتج صمام ممتاز، هذا يصلح للكبار والصغار، هذا أيضا يصلح للكبار والصغار، طبيعي ممتاز، ياهورت طبيعي، القيم نتاعو ممتازة، حتى السكر اللي فيه من الحليب وفقط. عندكم أيضا منتج نتاع جريك صومام ممتاز، القيم نتاعو قريبة من الياهورت الطبيعي، والمكونات تاعها ما فيه حتى إضافات. ومنتج صمام جديد سكير الغني عن التعريف، غني بالبروتينات، صفر دسم. نروحوا للفرماج كما علمتكم، هذا فريكم مصدر ممتاز، حليب بقري ربوخة ماء لبني، هذا مكونات الجبن. إذا لقيتوا إضافة باش يعوضوا الكالسيوم اللي فقد أثناء البسترة، عندكم هذا فريكم ممتاز. المكونات تاعو كما تعلمنا. عندكم أزفون شيدر تاعهم ممتاز، هذا يدير 150 ألف للكيلو، كي هو كالجودة تاعو. هذا مصدر تاني ممتاز، ها هو الجودة تاع الزفون يدير 150 ألف للكيلو. نروحو لمنتج الشلالة، ما صورتهمش كامل، ولكن منتج الشلالة كامل هذا ولا منزوع الدسم، كامل مخدوم بالحليب البقري نتاع بلادنا، ممتاز. نروحو للأرز، نحكي لكم على الأرز الأسود، هذا من أفضل أنواع الأرز. هذا بكري كانوا يسموه الأرز المحرم، اللي كان حصرا على الملوك والأمراء. وكاين أيضا الأرز الأحمر أيضا ممتاز، من نفس العلامة. الطاحونة الخضراء ممتاز، إذا لقيتهم ننصحكم تشروهم. ولا لقيت الخليط هذا اللي يكون ما بين الأرز البسمتي والأرز الكامل والأرز الأسود، يعني تستفاد من 3 أنواع تاع أرز في طبق واحد، يعني ممتازين. إذا لقيتهم اشروهم. واللي ما لقاش الأنواع اللي ذكرناها من قبل يروح للأنواع العادية. كان هذا أرز الوسام الذهبي ممتاز وننصحكم به. هذا الكربوهيدرات صح تاعو طالع، ولكن البروتينات تاعو أيضا طالعة. إذا بغيت حاجة في الكربوهيدرات تكون أقل، ننصحكم بهذا الأخضر، الكربوهيدرات تاعو 35، ولكن بروتينات أيضا هابطة. هذا أرز بسمتي مبخر. إذا ما لقيتوش شروه في هذا الزرقاء، سواء إصدار تاع الحديد أو الإصدار العادي، تلقى الكربوهيدرات هابطة. الآن نرجع إلى علامة الطاحونة الخضراء، عندهم برغل ممتاز، ننصحكم أيضا بالشراء تاعو، وتنوعوا ما بين أرز وبرغل. نروحوا لخل التفاح، كما علمتكم خل التفاح المكونات نتاعو هو عصير التفاح الطبيعي اللي يتخمر باش يولي لنا خل تفاح، هذا علامة ممتازة. أيضا علامة ممتازة، وركزوا أنه مع الحموضة لازم تكون 5%، والتركيب خل تفاح طبيعي وفقط. وكاين بعض العلامات تتفصل أكثر، كما هذه العلامة علامة ممتازة، الأسيديتي تاعها 5%، ولكن المكونات تلقاها تفاح وأم التفاح، يعني علامة ممتازة، أنصحكم بشرائها. الآن نروحو نختاروا علامات تاع زبدة فول سوداني ممتازة. هذه زبدة فول السوداني ممتازة، مكوناتها زبدة فول السوداني وفقط، أو فول سوداني وفقط. هذا أيضا لما تقرأ وتقلب راح تلقى المكونات زبدة الفول السوداني وفقط، يعني ما فيهاش إضافات. أيضا هذه علامة ممتازة، إذا لقيتوها اشتروها، راهي المكونات فول سوداني طبيعي وفقط. أيضا هذه العلامة التي تظهر أمامكم علامة ممتازة، مكوناتها فول سوداني وفقط، وهذه علامة أن زبدة فول سوداني حقيقية. هذه قهوة إذا لقيتوها شروها. نرجعو كيما عاد الزمان، نشرو قهوة ونحمصوها في البيت، أفضل من القهوة اللي تشروها محمصة
وجاهزة، وفرق السعر مش كيف كيف. الآن نحكي لكم على الفارينات هذو. هذو مش بالمية مثاليين، ولكن أفضل من الفارينة البيضاء. هذو العلامات ممتازة ومقبولة، ننصحكم بها. وبالنسبة للملح، إذا اللي ما بغاش الملح العادي يشري ملح البحر الخشن من هذا. والسلام عليكم.